جربت قبل كده تتكلم مع كتاب، تعمل شات او دردشه مع كتاب، تساله بعض الاسئله اللي موجوده في الكتاب ويجاوب عليها عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ اصبح متاح وموجود دلوقتي بتقنيه كده اشبه بالشات جي بي تي، ولكن مع الوثائق. لو عندك كتاب الكتروني بصيغه الPDF او الوورد او ايا كان، تقدر تكلمه، تقدر تساله اسئله ويجاوب عليها من داخل الكتاب، بدل بقى ما تدور في ال 200 صفحه بتوع الكتاب ولا 300 صفحه. ايا كانت بقى الوثيقه اللي موجوده عندك، تقدر تعمل معاها دردشه وتجاوبك على الاسئله اللي في دماغك، بس بشرط تكون داخل الوثيقه اللي انت بتتكلم معاها. ودي طبعا ميزه جديده تم اضافتها لبرنامج LightPDF اللي فيه ادوات كتيره جدا، منها ادوات بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنها ادوات موجوده ومعروفه زي تحويل اي دوكيمنت عندك الى PDF او العكس. كمان بيقدر يعالج اي صوره موجوده عندك، سواء الصوره فيها ضبابيه او مش واضحه، يقدر يعالج الصوره ويرفع جودتها. كل ده ان شاء الله هنشوفه مع البرنامج. البرنامج اسمه LightPDF، موجود على متجر جوجل بلاي وموجود في ابل ستور. هسيب لك روابط التحميل في الوصف. بعد ما بتنزل البرنامج بيفتح معاك الواجهه الرئيسيه زي ما انت شايف. البرنامج مدفوع، لكن في بعض الادوات المجانيه اللي تقدر تجربها. تمام، دي كده الواجهه الرئيسيه. انت عايز تجيب كل الادوات، فبتضغط على All Tools، فبيجيب لك كل التولز اللي موجوده ومقسمها لك لمجموعات. المجموعه الاولى فيها الكونفيرت فروم PDF. لو انت عندك اي PDF تقدر تحوله لتكست، الباوربوينت، لوورد، لاكسل، لاي صيغه من الصيغ موجوده عندك زي ما انت شايف. المجموعه الثانيه الثالثه اللي يحول لك اي لو انت مثلا عندك موجوده عندك كتاب عايز تعمل له سكان، والمجموعه الثالثه اللي هي السكان. عايز انت مثلا تعالج صوره موجوده عندك فيها ضبابيه او ايا كان، تعمل المجموعه الاخيره اللي هي مثلا تعالج صوره موجوده عندك فيها ضبابيه او ايا كان. المجموعه الاخيره اللي هي تعال نجرب كده كل حاجه بيوصي بيها، وهي اللي فيها ال AI for documents. تعال نجرب كده كل حاجه يعني بشكل سريع. اول حاجه مثلا convert from PDF، خلينا نجرب ان هو يحول لنا مثلا اي PDF الى وورد. فبيبدا يجيب لك كل الPDF اللي موجوده عندك على التليفون. هنختار مثلا اول واحده دي واقول له ابلود. طبعا هو بيتعامل مع اللغه الانجليزيه بشكل احترافي جدا. اللغه العربيه بيجيب لك الحروف منفصله، ولكن خلينا نجرب نص باللغه الانجليزيه، وانا بقول لك الملحوظه دي للامانه برضو. بعد ما بتكتمل عمليه التحميل بتبدا تضغط على كونفيرت. هنا بقى بيبدا يحول لك الPDF الى وورد او الى اي صيغه انت عايزها. تمام كده نزل الملف. هنبدا نفتح. هنا بيقول لك انت عايز تفتح بانه برنامج. طبعا بالميكروسوفت 365 بقت وورد اهي زي ما انت شايف، وبدا يفتح معانا الملف بصيغه الوورد. هو كان PDF. هنا فتح معانا الملف اهو زي ما انت شايف بصيغه الوورد، وتقدر بقى تضغط على علامه القلم ديت بتكتب على الوورد اهو. يعني ممكن تشيل الحرف ده، تقدر تضيف حروف تانية، فزي ما انت عايز بقى. ده بالنسبة لأول مجموعة أدوات، وهي تحويل أي PDF عندك إلى أي تنسيق آخر. طب خلينا نجرب بقى المجموعة التانية، وهي بقى العكس، إن أنت بتحول أي شيء إلى PDF. مثلا هنختار باوربوينت لأنه بيبقى صعب شوية، وخلينا نجيب مثلا ده كده. دي كده دورة أنا كنت عاملها بالباوربوينت، فهنبدأ نحولها إلى PDF ونبدأ نشوف النتيجة. هنبدأ نفتح أهو، حول الباوربوينت إلى PDF وباللغة العربية اهوت بدون أي مشكلة. 76 صفحة. طيب المجموعة اللي بعد كده وهي خاصة بالإسكان، خلينا نجرب فيها تحسين الصور. هنضغط على تراي ناو. طبعا ممكن تفتح الكاميرا وتصور أي صورة، أو تضغط على الألبوم وتجيب صورة موجودة عندك. دي كده الصورة بجودة سيئة جدا، ملامح الوجه تكاد تكون معدومة. هبدأ أضغط على تم. هنا هيبدأ البرنامج يتعرف على الصورة، يقول لك اهي الصورة في الحدود ديت. لو انت عايز تعمل اول بتضغط على اول، بعد كده بنضغط على فيكس ناو. يعني الصورة ضعيفة جدا وملامح الوجه تقد تكون مختفية تماما. ولكن خلينا نشوف الذكاء الاصطناعي هيبدأ يتعرف على يعني شايف ايه الجمال ده؟ حاجة رائعة جدا، حاجة ممتازة جدا. لو جبت لي مين في الفوتوشوب مش هيقدر يطلع الصورة بالمنظر ده. طبعا انا كنت مجرب الصورة دي نفسها في برنامج تاني، ولكن دي النتائج بصراحة ممتازة ورائعة جدا. يعني انا والله يا جماعة يعني بصراحة انا ما كنتش مصدق النتيجة دي. لو عملنا سيف تو ألبوم، جو تو ألبوم، شايف السرعة كانت عاملة ازاي وشايف دلوقتي عاملة ازاي. يعني حاجة ولا في الأحلام. طيب خلينا نشوف بقى آخر حاجة، واللي هي الشات مع الوثائق. تمام، AI for
documents. فهنبدا نضغط عليها، بيبدا بقى يقول لك local files، يعني هات موجود عندك على التليفون، مش هيقدر يعمل شات بشكل عام يعني. خلينا بقى ناخد اي PDF موجود هنا، على سبيل المثال ده كده وورد، فهيبدا هنا يعمل له تحليل وبيقول لي انتظر من فضلك، فهننتظر مفيش مشكله. بدا بقى يحلل الكلام اللي موجود جوه الملف الوورد وبدا يكتبه لي هنا وبيلخصه يعني بشكل موجز. هنقول له مثلا ما هو الحج. تلاحظ معايا بقى هيبدأ يجاوب بناء على الكلام اللي موجود بداخل المقالة، هو بيخزنه عنده وبيبدأ يحلله ويجيب لي إجابات أهو. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، تمام. هنقول له مثلا مبطلات الحج، نشوف كده هل تم ذكرها في المقالة ولا لا. بالفعل تم ذكرها في المقالة. ده لو واحد بقى عايز يلخص حاجة أو عايز يعني مثلا كتاب ولا حاجة فيه 200-300 صفحة، يبدأ يلخص زي ما أنت شايف أهو ويجيب الإجابات دقيقة. هقول له مثلا ما هي فوائد الحج، هيبدأ برضو إن شاء الله يجيب الإجابات أهو. الحج له العديد من الفوائد، يعني حاجة في قمة الإنجاز، تقدر تنجز شغلك أو مذاكرتك في وقت وجيز، فحاجة بصراحة هتساعدنا كتير جدا. خلينا آخر حاجة نقول له مثلا إيه، ماذا تعرف عن الصوم مثلا. خلينا نشوف الإجابة كده. طبعا الصوم أكيد مش موجود أهو، قال لك أهو أنا محلل وثائق وليس لدي معلومات محددة عن الصوم في الوثيقة المقدمة. الوثيقة اللي أنا قدمتها له دي ما فيهاش معلومات عن الصوم، فيعني هو بيحلل لك الكلام اللي موجود بداخل الوثيقة فقط لا غير. اعتقد ان هو هيكون كويس. ده كده كان شرح النهارده البرنامج لايت PDF. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم البرنامج فيه نسخه تجريبيه او مجانيه ما فيهاش كل الحاجات اللي احنا قلناها، ولكن عشان تستمتع بكل ده فلازم طبعا تشتري احد الخطط المدفوعه، والاسعار زي ما حضراتكم شايفين. هسيب لكم الروابط في الديسكريبشن. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. لو وصلت معايا لحد دلوقتي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.